السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم مع دوري المتعة والإثارة الدوري الأوروبي. مدرب مانشستر يونايتد روبن أموريم اتكلم بعد التعادل 1-1 مع ريال سويسداد في الدوري الأوروبي، وقال إن فريقه كان مسيطر لحد ما جت ركلة الجزاء اللي قلبت المباراة، ولكنه بيعترف إن اللاعبين كانوا مرهقين في الدقايق الأخيرة، لكنه متفائل بالمباراة في الدقايق اللي جاية وبيوعد بأداء مختلف تماما. أما عن التكتيكات الهجومية قال إنهم بيراعوا طريقة لعب الخصم وبيحاولوا يختاروا الأنسب لكل مباراة، وأشاد باللاعب براسموس رغم إنه ما سجلش، لكنه شايف إن هو بيقاتل وبيحاول يستغل سرعته ضد دفاع سويسداد القوي. أما بالنسبة للاعب جوشا صاحب هدف اليونايتد فموريم شايف إنه كان رائع جدا بسبب شغله القوي وتحسنه المستمر. وبالنسبة لجرناتشو أكد إنه كان واضح عليه التعب والإرهاق في الشوط الثاني، وده خلاه يتأخر في بعض الواجبات الدفاعية. كمان من الحاجات المهمة لفريق مانشستر يونايتد وجه جونيور بيديرسو وكيل اللاعب البرازيلي أنتوني انتقادات حادة جدا لإدارة مانشستر يونايتد ومدربه البرتغالي روبن أموريم، مشيرا إلى أن اللاعب لم يحصل على الفرصة المناسبة لإثبات نفسه في الفريق الإنجليزي، وهو كان مرتاح أصلا من البداية مع فريق ريال بيتس. كده يبقى وصلنا لنهاية الفيديو في قناة صوت الملعب. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.